أدباؤنا علماؤنا كتبوا العلوم الزاهرة، هم أشعلوا وهج الحروف تنير نفسا طاهرة. التساؤل الأول: هل سيتم حل القضية الجنوبية باستعجال كما تمت الوحدة باستعجال، فنصير إلى الخيار الفيدرالي ولعله يكون خطأ؟ فالخيار الفيدرالي هناك عقبات تقف أمامه. من تلك العقبات كيف يمكن تطبيق النظام الفيدرالي في اليمن؟ والنظام الفيدرالي يحتاج إلى بنية تحتية في الدولة المركزية الفيدرالية وفي الأقاليم، ونحن بنيتنا التحتية اليوم في الدولة الموحدة يعني هشاش. هذا واحد. الأمر الأول: كيف سنتغلب على ازدواجية القوانين التي ستنشأ؟ وما يحصل في العراق شاهد. الأمر الثاني: هناك بطالة مضخمة في الجهاز الإداري الموجود في الدولة، وسيؤدي النظام الفيدرالي إلى تضخم الجهاز الإداري مرة أخرى. الأمر الآخر: ما هي الضمانات لكون الفيدرالية طريق لعدم الاحترام، لا سيما ونحن نهفو إلى وحدة عربية إسلامية؟ التساؤل الآخر بالفيدرالية: أليست الفيدرالية انتصار النظام السابق من وجهين؟ فسيكون فيدرالي أو إقليم في شمال الشمال وهو ما يريده يعني أتباع النظام السابق، وستكون هناك انتهاء لدولة الوحدة التي كانت مجد لمن دخلوا التاريخ بتوحيد اليمن. التساؤل الآخر حول القضية الجنوبية: هل يمكن أن تكون القضية الجنوبية مفتاح لحل قضايا اليمن السياسية المزمنة، أم أن أبناء المحافظات الجنوبية لا يهمهم إلا أنفسهم، فلا يعنيهم الظلم الواقع على أهل التهامة، ولا الاستقواء القبلي على المناطق الوسطى، ولا معاناة أبناء تعز العاصمة الثقافية الكبرى؟ فأرجو أن يكون أبناء الجنوب حملة راية إنقاذ اليمن من كل القضايا بحس وطني واسع. التساؤل الأخير: إذا سألنا وقلنا لماذا لم تجني أو لم يجني أبناء الجنوب ثمار الوحدة الشبابية؟ معروف أن كل الثورة الشبابية أن كل ثورة يقابلها ثورة مضادة. في الأرجنتين كان تبعها تفجيرات واغتيالات ودبابات، في سوريا يحصل ما يحصل، في اليمن هناك ثورة مضادة. لم تتمكن الثورة الشبابية السلمية أن تقف على قدميها، بل سرقت كما سمعنا. فهل يعطى جيل الشباب وقتهم وحظهم حتى لا نتسرع في الحكم عليهم؟ أرجو أن أجد إجابات شافية المعاندين. يا حسنها من أسطر فيها الله